السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم اول ما فتحت الكاميرا حسيت قد ان بقالي كتير قوي 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 ما صورتش. بقالي كتير جدا جدا، يعني يمكن اخر فيديو صورته لكم او شاركت معاكم كنا بره البيت، اما ان انا اصور من البيت بقى كده ففعلا انا غايبه عليكم بقالي كتير. المهم بلاش افكركم عشان كل مره بقول لكم كده وارجع اجيب برضو. احنا النهارده في مطبخنا، مكاننا المفضل ومكاننا الجميل جدا. النهارده في مطبخنا معانا ضيفه، واكيد طبعا من الفيديو اللي فات عرفتوا مين. نسمه بنت خالي بايته معايا كده كام يوم. وصراحة طول ما هي موجودة هي اللي بتعمل الأكل، هي بتحب المطبخ جدا، طالعة زي بنت عمتها وطالعة بصراحة هي كمان أصلا زي مامتها، فبتحب الأكل والطبخ وكده. كان عندنا امبارح بقى منيو مصري بقى، عارفين، صينية بطاطس في الفرن بالفراخ وملوخية وطشة ورز وكده. ايه، كان عايزة أقول لكم ريحة المطبخ إلى الآن في ريحة الأكل. المهم النهارده قلت بقى ليه هصور معاكم، عشان النهارده هنطلع عن المألوف، هنطلع كده بره، ولا بقى تركي ولا مصري. النهارده نسمة هتودينا الصين واليابان هنعمل اكله مختلفه، فقلت لها لا هصورها بقى لحبايب امونه عشان الناس اللي بتحب تجرب، او يعني بما ان هي حاجه مختلفه. وانا حاسه ان انا بصراحه يعني لما قالت لي الوصفه حسيت ان انا لا عايزه اكلها وكده. المهم انا نزلت السوق عشان اشتري الحاجات كلها اللي كانت ناقصه للاكله. بصوا نزلت جبت الخضار. عايزه اقول لكم اسعار الخضار الايام دي علي، يعني الطماطم النهارده جايباها ب30، بعد كانت بتبقى ب20، لا في ب25 و30. 30 طبعا اللي هي بتكون اكبر واجمل. الفلفل الالوان اخر مره كنت بجيبه ب30 وبعد كده جبته 40. النهارده كان في السوق عند الست اللي بجيب منها بصراحه كانت ب50، بس لقيت عند حد تاني ارخص ب45، فجبنا اللي هي ايه من عند طنط بصراحه ام 45. اي استنوا الفلفله وقعت المهم جبنا جزر، مش فاكره الجزر بكام لاني جبت نص ما جبتش كتير يعني. المهم انا عايزه اقول لكم ان اسعار الخضار بصراحه في يعني الايام دي عاليه عن الايام اللي فاتت. المهم ده بقى زي ما انتم شايفين جزر فلفل الوان، يعني اصفر واحمر واخضر. ودي صدور فراخ انا كنت جايباها امبارح وغسلاها وشايلاها يعني. المهم ده كده كيلو صدور فراخ، يعني صدر الفرخه قطعه واحده. وهنستخدم طبعا توم وبصل، بس يعني الاول هغسل الخضار ده هناخده هنا كده. وزي ما بقول لكم نسمه بقى ايه هي اللي هتكون معانا. انا هحضر لها بس ان انا ايه الحاجه اللي هي تستخدمها، طلعت لها البلانشات عشان تقطع بتاعه الخضار والفراخ. المهم هحضر لها كل حاجه وهي تشاركنا طريقتها النهارده. بصوا قطعنا الخضار كله كده مكعبات كبيره زي ما شفتوا، والفراخ دلوقتي اول حاجه بقى ايه هنتبل الفراخ. هي الاكله بتاعتنا عباره عن مكرونه وفراخ، قلت اللي هو سويت اند ساور بالظبط كده سويت اند ساور. بصوا نحط فلفل، نسمة اصلا بتحب بقى الفلفل في الاكل، مش قادره اقول لكم ممكن احط العلبه كلها بتحب ادي الفلفل ونحط ملح. وملح طبعا مش هنزود الملح قوي عشان ايه في ناس مش بتحب الملح عشان امبارح وهي بتطبخ قلت لها خلي بالك الملح، عشان انا خناقاتي كلها مع فولكان في الاكل الملح، انا بحب الاكل مالح وهو لا. فالنهارده بقى المشكله مش في الملح، المشكله اصلا ممكن نضطرب كلنا عاملين له اكل تماما مختلف. بقول لكم بقى ولا مصري ولا تركي، طلعنا عن المألوف ربنا يستر. هنحط صويا صوص. صويا صوص ماشي. بص انا اتشجعت اصلا من استني افتحيها. استني بما انك صورتي ايه انزلي وهقولك. حطي كده، انا بحب الصويا صوص بس هو بيبقى مالح صح. بص كان حد قال لي تقريبا استخدمت الصويا صوص وانا كنت بعمل لكم الوصفه بتاعه البطه صح، وفي حد قال لي انا عايز صوره اللي انت استخدمتيه، يعني انا مش ماركه معينه، انا جبته من عند العطار بس كان حلو هو ده. حطينا الفراخ هنقلب بقى اللي احنا عملناه ده.
الشيف نسمة مكسوفة يا جماعة، مش واخدة على الكاميرا. مع ان مين فاكر قبل كده نسمة لما ظهرت معايا في القناة كنا عملنا وصفة ايه؟ مين اللي مذاكر كويس الفيديوهات؟ اكتبوا انتوا بقى في التعليقات. المهم نسمة كل ما تجينا زي ما بقول لكم هي بتحب يعني هي بصراحة موفرة عليا جدا، ما بدخلش المطبخ، حاجات بسيطة هي اللي بتحب تطبخ. المهم يا جماعة معانا ضيفة تانية في المطبخ وهي عايزة اقول لكم من الصبح عماله تقول لي ماما انا عايزه اصور معاكم بس انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. ده يقول لكم مهم بصوا زي ما قطعنا الخضار كده اللي هو هيكون للاكله بتاعتنا. قطعنا برده خضار للمكرونه بس زي ما انتم شايفين. انا قلت النسمه قالت لي ممكن نقطعها كده او يبقى كده زي ما انتم شايفين برمك يعني كده. المهم قلت لها لا ده كمان برضه زيها. بص جليزار برمك يعني صباع يعني اللي هو طويل كده. فقطعنا ده كده نفس هو الخضار بس هنا زودنا كرنب احمر. لو في ابيض يفضل بس ما كانش فيه في السوق فجبت اللي هو الاحمر دي. المهم فكده دوت بصوا الاكل اصلا شكلها بصوا كلها حاجات خضار اهو وفيتامينات حلوه. ايه يا دودو حرام الخضار اهو انت اللي اكلت الجبنه. المهم الولاد عندي الحمد لله بيحبوا الخضار. تعالوا بقى نقوم نشوف بقى هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى هنيجي على النار. بصوا فاكرين الطاسه الجميل ادينا لقينا ليها وظيفه. بصوا احنا كأن الفراخ والخضار هيبقوا لوحدهم صح؟ الصوص الخضار الاول لوحده وبعد ما بنقلي الفراخ بنحطها مع الصوص. اوكي يعني لسه في مهم. هي واضح ان هي تبقى كده ايه الاكله على مرحلتين يعني اللي هي الفراخ. المهم نسمة بتسخن الوك ودوت عندنا كاتشب ما شاء الله. حابه هي قالت لي اهم حاجه في الاكله الصوص بتاعها فكاتشب. ولو عندكم انت قلتي لو في اناناس صح؟ ما عندناش اناناس فهنعمل ايه؟ هنستخدم عصير اناناس يا جماعه. اوكي يعني كبديل. هننزل باول حاجه الثوم بعدين هننزل بالجزر اول حاجه والخضار اللي احنا قطعناه يعني. عايزه اقول لكم ريحه الثوم فظيعه جميله. في جنزبيل؟ لا جنزبيل عندي بودره. ما قلتيش انت في المنيو الطلبات بتاعت امبارح. ما كان ايه اللي ما كتبتش لسه. لو في برده جنزبيل فريش يحطوه صح؟ ده حلو قوي. هنحط البصل. تمام. اصلا الاكله دي حلاوتها ان احنا ما نخليش الخضار يستوي قوي. ايوه صح. فولكان لما بقول له على الاكله عشان برضه قلت اجز النص زي كده بقول لكم يعني اكله تمام مختلف فقال لي الاكل دوت حلو بيبقى يعني اكتر حاجه بتميزه بيها ان الخضار بتاعهم ما يبقاش مستوي قوي ما يبقاش زي نص سوا كده يقرقش كده وانتوا بتاكلوه صح؟ يس. فالحته دي احنا متفقين فيها زي الفاهيتا. ايوه بالظبط كده. عايزه اقول لكم عملت فاهيتا لحمه من كام يوم كانت خطيره وكنت برضه عملت تركايه فعلا الخضار ده ما يبقاش مستوي قوي. المهم هي النار واطشه كده خالص. انا وطيتها عشان مش عايزه الثوم يتحرق بس هنعيش شويه. بعدين بقى هنحط الفلفل كل الفلفل بقى اللي احنا قطعناه اللي هو الاخضر والاحمر والاصفر. في العادي هم اكلهم ما بيبقاش حامي مش حراق صح؟ لا. يعني انا لو عليا اقول لك حطي لي حته حراق بس كده كده اصلا الولاد بصوا الالوان بتاعت الاكله خطيره. بصوا بقى التركات الجايه دي عجبني التنوع فاهميني في فكره الحاجات اللي هتتحط على الاكله. اول حاجه هنعملها هننزل بالصويا صوص على الخضار. ماشي اوكي. هقول لكم داوود وجليزار مندمجين قوي. مركزين. حاجه جديده يا جليزار صح؟ هنحط برضه فلفل. هنحط فلفل اسود مش هنكتر عشان الولاد. ماشي اهو هي حطيت لك حبه صغننين يا جليزار. ماشي. بعدين هننزل بالكاتشب. كاتشب كده حبه حلوين من اللي قلبكم كده. عشان انا بحبها كده تبقى جوسي فعلا يبقى فيه صوص. ده ننزله برضه. هننزل يا جماعه. هنحط عليه دلوقتي العصير. ايه بقى هنا؟ بصوا هنحط عصير الاناناس.
اللي اتبقى من الكاتشب بالظبط. البتاع كلها. اوكي، يعني علبة عصير. وفي تركايه هنعملها دلوقتي. ايه بقى التركية؟ معلقه السكر. معلقة كبيرة؟ معلقه كبيره. بس انا مش مسكر قوي. لا معلقة كبيرة سكر، حطينا معلقة كبيرة سكر. ماشي، وقلب قلب قلب. بصوا كمان نسمة هتضيف بقى خل ابيض عادي. هنحط معلقه صغيره. اوكي، هي دي معلقه كبيره بس مش مهم. انا بحب احط من الاول حاجه صغيره عشان لو اعرف اظبطه بعد كده، لو عايز تاني ابقى اعرف اظبطه. تمام. بس خلاص كده بقى احنا هنطفي على الخضار وعلى الصوص اللي احنا عملناه. هو خلاص اتشوح يعتبر. صوت البقبقه دي عاجباني. تمام. اوكي، خلاص كده نطفي عليه. نيجي بقى للمرحله الثانيه ان احنا هنقلي الفراخ. تعالوا بقى نقلي الفراخ ونقول لكم هنقليها ازاي. بصوا بقى المرحله الثانيه من الفراخ بعد ما تبلناها زي ما انتم شفتوا، بس ملح وفلفل وصويا صوص، هنقليها. بس نسمة قالت محتاجه دقيق ونشا. اول حاجه هنحط نشا حبه حلوين شايفين كل ده. المفروض النشا تبقى اكتر من الدقيق. اوكي تمام. وهنحط 6 معالق كبار دقيق. هنتبلهم بقى كده النشا والدقيق بملح وفلفل، بملح برضو. ملح وفلفل اسود بس مش هنحط ملح قوي عشان احنا مش بنحب الملح. انا بحب الملح بس انا هبقى ازودها لنفسي وحبه من الملح. بصوا بقى في حاجه من التتبيله بتاعت الفراخ دي نسينا ان احنا نعملها وهي بيضه. انا نسيت ان انا اطلعها. فبصوا بقى يعني على الخليط ده اهو ملح وفلفل وصويا صوص، وهنحط بيضايه ونقلبهم، وبعد كده ايه زي ما بنقول ايه نعفر بالدقيق والنشا دوت. تمام كده. هنحط شويه لبن. بصوا عامه انا هكون سايبه لكم المقادير، بس ايه انتوا خليكم مركزين معايا. تتبيله الفراخ ملح وفلفل صويا صوص بيضايه وحبه لبن كده زي تتبيله البانيه. بس هي بصوا عشان تكون جوسي، عشان لما نحطها نعفرها بالدقيق والنشا ايه يعني تمسك فيها وتتغلف كويس. بصوا بقى احمرت كده وشكلها حلو ازاي. حطيت ميه المكرونه تتسلق علشان نسلق المكرونه. ودي بقى الفراخ كده احنا بنحبها ان يبقى لونها محمر حلو. هي اصلا بصوا هي المفروض اصلا يبقى لونها محمر عشان ما تبقاش فاتحه في الصوص لما تتحط. لا وهي بصي من تغليفه واحده بس بصوا بقت كريسبي ازاي، متغلفه ازاي حلو. عشان كده بنتي قلتي النشا يبقى اكتر من الدقيق علشان يقرمشها حلو. لا انا عايزه ادوجو بدي ادوجو عايزه اقول لكم جلوزار كانت عند ماما ولقيتها بتخبط عليا بتقول لي الريحه دي الريحه دي حلوه الريحه. انت عملتوا بطاطس؟ مش بطاطس، قال لنا بقى الفراخ. انتي سبتينا في نص الطريق واحنا بنعمل نص الوصفه وسبتينا. ايه القصه دي يا جلوزار؟ بصوا يا جماعه جلوزار مسكت المقص وقصت القصه لنفسها، عملت الغلطه دي وما استأذنتش ماما ولا بابا، ومسكت المقص وعملت القصه دي. شايفين ايه اللي عاجبك بقى فيها؟ يا سلام عجبتك؟ احنا عايزين قبل ما نبدا الدراسه نشوف حل للموضوع ده، نشوف هنعمل ايه. بصوا بحاول ارجعها لها لورا بس هي برضو لا ايه اللي عايزه تعمل القص. المهم يا جماعه ما وراء الكواليس شيلي التوكلك من هنا. اهي لسه بنقلي الفراخ ومستنيين الميه تغلي عشان نسلق كمان المكرونه. يا نسمه عايزه اقول لكم انا عشان اصور لكم مش عارفه اشغل المروحه، فاحنا سحن المطبخ عندي حر خالص. معلش يا نسمه بقى اللي احنا عاملينه ايه بس نخلص تصوير واشغل لك مروحه وتكييف واللي انت عايزاه. المهم احنا خلاص يعتبر دي اخر كميه فراخ. لسه بنقلي اهو اخر حاجه. انتي طبختي، مين اللي هينضف؟ انا بقى انا لا خلاص كل واحد مسؤول عن حاجه لو سمحت.
بصوا يا جماعه دلوقتي سلقنا المكرونه. بصوا المكرونه اللي هي بتبقى الشرايط ديت اللي هي شبه النودلز شويه. يعني بس لو ما عندكمش السباكيتي شغال، بس احنا بقى ايه يعني نسمع عايزه خادمين تظبط. الوصفة ايوه يعني. بالظبط كده. وبصوا بقى جبنا هنا الطاسه علشان هنشوح بقى الخضار اللي احنا هنحطه للمكرونه. انت بعد كده تحطي يعني المكرونه هنا. بس بصوا هشوح الاول الخضار ده. توم وبصل برده والكرنب بالحاجات اللي وريتها لكم. بصوا احنا نزلنا بالثوم، بس برضو نسمه برضو بتقولي لو كان في جنزبيل طازه برضو كان يبقى حلو. يعني خلينا نقول من مقادير الوصفه برضو في الخضار يحطوا جنزبيل. ماشي، احنا اللي ما عندناش جنزبيل يا جماعه. خلاص كده احنا يعني شوحنا شويه الثوم، بس مش هنخليه يتحرق عشان ما يمررش. هننزل بقى بالبصل، نحط الكرنب الاحمر ده، وده اختياري. هو في المطاعم بره بيحطوه عادي، اللي هو الابيض او الاحمر عادي. لو ده متاح اوكي، التاني متاح عادي. اللي بيحبوا بقى. انا مره جديده عليا هشوف. بس انا اللي عاجبني في الاكله دي الوانها يا جماعه رهيبه. رهيبه يعني جميله يا جلزار. لا والشاوي لا وبعدين نحط الباقي. وبعدين دلوقتي هننزل بقى بالجزر وننزل بالفلفل. بس بقى نسمة بتقول لكم اكله مفيده للولاد ليه؟ عشان كلها خضار. كله فيتامين. اول مره عجبتني الفراخ. اول مره عايزه اقول لكم جلوزار وداوود حراميه الفراخ، قعدوا اكلوا من الفراخ يخلصوها من بعد قليناها. طعمها حلو حتى من قبل ما تتحط في الصوص. هنا شويه ننزل حبه فلفل. هنحط بقى فلفل. شو اقول لكم نسمع بتعشق حاجه اسمها فلفل اسود. تقريبا الوصفه كلها الوصفه كلها عباره فلفل اسود. اللي عايز ملح ممكن سيكه، ولا اللي عايز بقى. الاكل ده هتعملوها ازاي؟ ده خلاص فاضل دقيقه اقل من دقيقه والاكل يكون خلص. هتحطي المكرونه نحطها فيها. هنحط بقى ثواني الصويا صوص الاول. كمان هنحط هنا صويا صوص. انا عايزه اقول لكم الريحه يا جماعه، عايزاكم تكون واصله لكم. حلوه قوي ريحه الخضار. عشان كده كويس ما حطيناش ملح. هو الصويا صوص هيبقى. لا مش هنحط صويا صوص، مش هنحط ملح. هنعمل بقى التركايه دلوقتي. هناخد من سليق ميه المكرونه فيها عشان يتقل الصوص. هي التركايه. حلوه التركايه. بصوا بقى خدنا المكرونه دايركت على الخضار بتاعنا بالصويا صوص، وقلب بقى قلب. لو كان مع الوك عشان عاملين فيه صوص الفراخ، لو برضو يبقى فيه كده وك كبيره كان هتبقى حلوه تساعد اكتر، صح؟ الاكل جاهز. الاكل جاهز. الولاد جاعوا بس الريحه خطيره. ايه رايك يا داوود؟ جميل. داوود بدي وريني. جميل. هتاكلوا؟ في سباكيتي يا مامي. ايوه في فلفل في السباكيتي. جينا بقى لمرحله الصوص سويت اند ساور. دلوقتي هننزل قطع الفراخ عليه. عايزه اقول لكم هو الولاد خلصوا الفراخ من قبل ما نحطها. عجبتهم اكلوها وهي مقليه، كانت جميله برضو بصراحه. انا دقتها. بصوا بقى شكلها كريسبي، شكلها خطير. يا سلام يا سلام. بس كده والنودلز عندنا جاهزه. يمي. زي اهم حاجه نسمه تقول لكم زي اللي بتشوفوه بره في المطاعم ولا لا، دي اهم حاجه. اكله نظيفه في البيت. انتوا اللي عاملينها وانتوا اللي عارفين اكشن. المهم نروح بقى ايه، نغرف وندوق ونشوف فولكان بقى هيطلعنا بره البيت النهارده اللي هيعمل فينا ايه. داوود انت قلت لي ايه دلوقتي؟ جميل قوي. جميل قوي. اوامك كده بهدلنا نفسنا.
كاتشب. المهم والله لقيت داوود من نفسه كده يقول لي ماما جميله قوي بألف هنا. عايزه اقول لكم انا كنت خايفه ان الولاد ما تعجبهمش ولا حاجه، بس انا يعني رغم ان الناس ما قايله لي اصلا يعني هي حلوه قوي عشان الولاد، فلا مبسوطه ان هي عجبتهم وبس. واحنا رايحين ناكل يمي يمي. ماما ده تحفه الاكل، تحفه يعني يا دودو. نسمه بتعرف تطبخ؟ تعرفي تطبخي يا نسمه؟ يا رب يرزقك بواحده بتعرف تطبخ يا رب. المهم ادام عجبت داوود يا سلام، قولوا لهم اعملوا الوصفه، قول لهم يا دودو قولوا لهم اعملوا وصفه نسمه. ايه؟ قول لهم جربوا وصفه نسمه. نسمة. ماشي يلا لهم باي باي. باي باي. باي باي.